مستحيل بعد ما تشوفي الفيديو ده هتشتريها من برّه تاني، لمّا تعرفي إنها بسيطة جدًا وبنُص كيلو دقيق هتعملي منها كمية اللهم بارك جميلة جدًا، خصوصًا بعد الواحدة ما بقت ب5 جنيه، يعني لو ب20 جنيه هنعملها في البيت أحسن وأنضف 100 مرّة من برّه، خصوصًا إن إحنا هنعملها بالمَيّة فقط، ولا هاقول لبن ولا هاقول زبدة ولا أي حاجة خالص، كل المكونات إن شاء الله هتكون عندِك في البيت، طرية وطعمها لذيذ جدًا مش هتشبعي منها، تسمّي بالله وصلّي على الرسول وتعالي نشوف طريقة التحضير. كل اللي أنا هاحتاجه هي نُص كوباية من المَيّة، مَيّة عادي من الحنفية، هاحط عليها معلقتين من السكر وهاضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، خميرة فورية بقى البيرة المتوفر عندِك حطيه، وهاقلبهم كويس واسيبهم عشان يتفاعلوا. في الوقت ده هاجيب نُص كيلو من الدقيق واحط عليه ذرة من الملح ومعلقتين من اللبن البودرة، وسامحوني عشان اللقطة دي اتحذفت. هاجيب بقى عليهم خليط الخميرة اللي أنا كنت حاطاه يتفاعل وأقلبهم كويس وأضيفه عليهم، ونُص كيلو دقيق مش هيحتاج أكتر من كوباية إلا ربع من المَيّة، أنا حطيت نُص وهارجع كمان شوية هاضيف الربع التاني، وعشان أدّي الحق للمستحقين مش أنا صاحبة الوصفة دي، فوزية هي صاحبة الوصفة دي، لو عرفتوا مين صاحبة الوصفة اكتبوا لي اسمها في الكومنتات. الأمانة اللي بيني وبينكم إنكم تنزلوا تصلوا النهارده على النبي في الكومنتات ثواب ليّا وليكم، وتشجعوني بلايك وتدعوا لي دعوة حلوة وتقولوا لي ربنا يشفيكِ. عجنتها كويس كده وبعدين هاضيف معلقتين من الزيت ولما تتشربهم كده هتكون تمام معايا. هكمل بقى عجن فيها، خدوا بالكم ان انا نزلت على الارض وعجنتها كويس، اي عجينه نعجنها كويس هتدينا نتيجه حلوه. بالشكل ده هغطيها واسيبها تخمر نص ساعه، في الجو الحر ده هتاخد نص ساعه. جبت بقى العجوه وحطيت عليها معلقه من الزبده، زبدة سمنة أي حاجة عندك عشان ما تلزقش في ايدينا. هعملها كورة وابدأ ان انا اضغطها كده افردها يعني بالشكل ده كده. اتشجعوا كده وقوموا اعملوها والله ما هتاخد منكم اي حاجة خالص. كمية العجوة اللي انتوا شايفينها دي ب15 جنيه، وكان عندي سمسم في البيت اشتريت خميرة وكان عندي كمان نص كيلو دقيق، مش هتاخد اي حاجة. بعمل بقى كل ده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا بتكون رفيعة يعني العجوة برفعها مش بخليها تخينة. هعملها بقى كلها، بصوا بقت بالعظمة دي. هحطها على جنب والعجينة كانت اختمرت معايا. بصوا العجينة عندي انا سايباها طرية، خدوا بالكم كل ما نعمل في المعجنات العجينة طرية بتكون هشة اكتر وقطنية اكتر. وعلى صينية كده ببدأ اكور على شكل ليمونة، يعني قد حباية الليمونة او تزيد عنها حاجة بسيطة يعني بالشكل ده كده. بعمل بقى كل الكمية بقطعها وبعدين هرجع اوريها لكم، بس هسيبها الاول ترتاح 10 دقايق. هريحها 10 دقايق وبعدين هجيب اول واحدة افتكر كويس انا اي بادئة بايه، يعني قطعت الاول ايه واخدها رشة دقيق خفيفة وببدأ ان انا افردها كده. بحط العجوة في النص وبقفل عليها وبمقص كده بعمل فيها اشكال. عملت معاكم واحدة وهعمل كمان واحدة. بصوا تشكيل بسيط جدا مفيهوش اي صعوبة ولا اي حاجة. هجيب غطا ازازة عشان يعني تكون شكل الوردة كده. هعمل كمان واحدة شوية دقيق بسيط جدا على الرخامة، بحط العجوة من جوه وبفردها وغطا ازازة في النص وبالمقص وبعملها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة يعني يتضاعف حجمها، وبعدين هضيف على البيضة معلقة من الخل. انا حطيت غطا بغطا ازازة الخل وهقلبهم كويس. في الوقت ده العجينة كانت ارتاحت تماما. بصوا بالشكل ده. هاخد بقى من الخليط اللي معايا دوت البيضة، لو مش متوفر بيضة ممكن نحط لبن مية اي حاجة عندكم تخلي وشها يكون احمر. لو مش بتحبوا البيض حطوا لبن هيديكوا نفس النتيجة. بصوا كده بتم بقى الوش كله بالشكل ده. تحطي خل على البيضة حطي فانيليا هيديكي ريحة حلوة وبرضه هيمنع زفارة البيض.
عملتهم كويس، دهنتهم كويس بالفرشة من صفار البيضة، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط. بس الأول أحط على وشها شوية من السمسم. شايفين بقت بالجمال ده؟ طبعا رف أوسط، ولما بتستوي من تحت خدوا بالكم مش هتاخد ربع ساعة ولا وقت خالص، خلي بالكم منها. وهتطلع معاكي بالعظمة اللي انت شايفاها دي، لونها حلو من فوق ومن تحت، قطنية هشة جدا. صدقوا بالله هتعجبكم جدا، جربوها ان شاء الله تنال اعجابكم. بصوا هي لسه سخنة، انا مش قادرة يعني احط ايدي عليها، بس هي قطنية جدا. خدي بالك لما تطلعي المعجنات من الفرن غطيها شوية، عشان وهي سخنة كده تفضل محتفظة بالطراوة اللي فيها، عشان ما تنشفش. شوفوا بقى العظمة دي، اللهم بارك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.